الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة الرياض، في برنامج أحكام الصيام. سوف نتحدث مع فضيلة الشيخ في هذا اللقاء الطيب المبارك عن زكاة الفطر، ونحيي الشيخ عبد العزيز. حياكم الله. في البداية فضيلة الشيخ، نود أن تحدثونا عن زكاة الفطر وعن أهميتها في الإسلام وعن مقدارها ووقت الإخراج. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. زكاة الفطر. زكاة الفطر من رمضان مضافة لرمضان، لأن سبب وجوبها صيام رمضان. زكاة الفطر واجبة بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أوجبه رسول الله أو فرضه له حكم ما فرضه الله وأوجبه. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الحر والعبد، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهذا دليل فرضيتها وأنها واجبة على كل مسلم. الفقرة الثانية: مقدارها ووقت الإخراج. أما مقدار الواجب فهو صاع، كما قال عبد الله بن عمر: صاع من طعام من تمر أو صاع من شعير. وقال أبو سعيد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، كان طعامنا الإقطة والشعير والتمر والزبيب. هذا مقدار المخرج. طيب. والصاع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الأحوط والأقرب أن يخرج المسلم 3 كيلو من الأرز، فإن 3 كيلو إخراجها احتياطا وإبراء للذمة، ولعل في ذلك الاحتياط خيرا كثيرا. ووقت الإخراج فضيلة الشيخ؟ أما وقت الإخراج فعلى قسمين: الأول وقت مستحب ومؤكد، وذلك أن يخرجها بعد صلاة فجر يوم العيد قبل أن يأتي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج قبل أن يذهب الناس للصلاة، هذا لمن تمكن من ذلك وغلب على ظنه أن في ذلك الوقت يمكنه إخراجها بأن يعرف من يدفعها إليه بعد صلاة الفجر، فمن تهيأ له ذلك فهو أفضل. وأما وقت الآخر ووقت الجواز فيجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يعني تبدأ إخراجها يوم 28 ويوم 29. هناك سؤال فضيلة الشيخ، وهو على من تجب زكاة الفطر، وما هي شروط وجوبها والأفضل فيها؟ يقول العلماء: تجب زكاة الفطر على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع طعام، فضل له يوم العيد وصاع من طعام، يعني فضل له صاع زائد عن قوته في يوم العيد وليلته. نعم. وشروط الوجوب فضيلة الشيخ؟ تجب على المسلم المقتدر. نعم. والأفضل فيها؟ الأفضل في أي شيء؟ في إخراج الزكاة. قلنا الأفضل أن تؤدى بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد لمن تمكن من ذلك، لأنك في كثير من المدن قد لا يتمكن الناس من ذلك، فمن تمكن وغلب على ظنه فذلك أفضل. طيب، النقود في زكاة الفطر فضيلة الشيخ؟ أما النقود، إخراج النقود في زكاة الفطر فالذي يظهر عدم الإجزاء، لأن في ذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام وعين لها أنواعا، وأصحابه الكرام بعده ساروا وسلكوا منهجه، خلفاؤه الراشدون وأصحابه الكرام رغم ما فتح الله عليهم من الدنيا لم يقيموا القيمة مقام الطعام المخرج،
ولأن في إخراجها طعاما إحياء لهذه السنة ليأخذها الأصاغر عن الأكابر. أما إخراجها نقودا فإنها تكون خفية لا يعلمها الناس. بارك الله فيكم. لا شك فضيلة الشيخ عبد العزيز بأن زكاة الفطر لها أهداف، فما هي أهداف الزكاة؟ قال عبد الله بن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فبين أن فيها فائدتين: طهرة للصائم من اللغو والرفث فإنها ترفع خلال الصيام، وطهرة للمساكين وطعمة للمساكين، وهي طعاما للمساكين ليكتفوا بهذا الطعام عن السؤال في يوم العيد ويشاركوا إخوانهم فرحة العيد وسروره. قال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، التحري لأهل زكاة الفطر، بعض الناس لا يتحروا الحقيقة المستحقين لها. ينبغي أن تخص بها الفقراء والمحتاجين، وأما من يأخذها بلا حاجة وتعلم منه القدرة والاكتساب والنشاط فلا تدفعها إليه، ينبغي أن تدفعها لمن يغلب على ظنك أنه يأكلها وأنه مسكين محتاج إليها. وإذا لم يوجد مثلا؟ تحرى على قدر استطاعتك واسأل من يعرف حال المساكين وادفعها إليه. إذا لم يتيسر إخراجها فضيلة الشيخ قبل اليوم بيوم، قبل العيد بيوم أو يومين، أو قبل صلاة عيد الفطر وأخرجها بعد الصلاة، تقضى وجوبا، مع أنه آثم إن كان التأخير بلا عذر. أيوة. أما إن كان التأخير لنسيان أو نوم أو ظن أو وكل أحدا ليخرجها فلم يخرجها فإنه يقضيها ولا شيء عليه. نعم. لو أعطيت مجموعة دفعة واحدة لبيت لا بأس به، لا بأس يجوز تفريقها على جماعة أو إعطاؤها شخص واحد. طيب، قبل أن نختم معكم هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد العزيز، هل من كلمة للإخوة والأخوات؟ أقول ينبغي أن نتحرى في هذه الصدقة الطعام الطيب، لأن الله يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فلا تخرج طعاما لا ينتفع به الفقير ولا يأكله، اختر لفطرتك الطعام الجيد الذي ينتفع به من أخذه. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ. وأيضا نعم. تعلم أن هذه صدقة شكرا لله أن أعاد عليك هذا العام وأنت متمتع في صحتك وسلامتك، فهي زكاة للبدن، تشكر الله أن أعاد عليك العام، تشكره أن وفقك لصيام رمضان وقيامه، وهي أيضا إسعاف للمحتاجين وإطعام يعني ووجبة سريعة للمساكين لينتفعوا بها في ذلك اليوم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، كان معنا في هذا المجلس المبارك من مجالس الذكر في برنامج أحكام الصيام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة الرياض. تحدثنا مع فضيلته عن زكاة الفطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.